قصة التمثال ده بتبدأ في سنة 1860. كان العالم الفرنسي أوجست ماريت بيقود حفريات في منطقة سقارة، وأثناء التنقيب لقي تمثال خشبي غريب جدا، ملامحه واقعية بشكل مدهش. وقتها واحد من العمال المصريين قال ده شبه شيخ البلد جدا، ومن ساعتها اتعرف التمثال بالاسم ده، رغم ان اسمه الحقيقي هو كاعبر. كاعبر كان كاهن وكاتب في الجيش المصري، عاش في أواخر الأسرة الرابعة وأوائل الأسرة الخامسة سنة تقريبا 2500 قبل الميلاد. التمثال مصنوع من خشب الجميز وارتفاعه حوالي 112 سنتي. بيصور كاعبر واقف في وضع المشي، رجليه الشمال متقدمة على رجليه اليمين، وماسك في ايده الشمال عصا وفي ايده اليمين حاجة اسطوانية. اللي بيميز التمثال فعلا هو عيونه المطعمة بالكريستال الصخري والكالسايت، متحددة بالنحاس. العيون دي بتدي إحساس في التمثال إنه حي، بيبصلك بنظرة فيها حكمة ووقار. وجه التمثال مليان شوية، وده بيعكس مكانته الاجتماعية كرجل غني ومهم في مجتمعه طبعا. التمثال بيجسد الواقعية اللي وصل ليها الفن المصري القديم، وبيوضح إن المصريين كانوا بيهتموا بتصوير الشخصيات العادية مش بس الملوك. دلوقتي التمثال موجود في المتحف المصري، وبيعتبر من أبرز القطع الأثرية الموجودة هناك. تمثال شيخ البلد ده ما كانش بس عبارة عن قطع أثرية، ده شاهد على عبقرية الفن المصري القديم، وعلى اهتمامهم واحترامهم للإنسان مهما كانت مكانته.